كانت الملكة حتشبسوت واحدة من أعظم حكام مصر القديمة، واسمها يعني الأحلى بين السيدات. ولدت في عام 1508 قبل الميلاد، وكانت الابنة الوحيدة للفرعون تحتمس الأول وزوجته أحمس. بفضل الذكاء والدهاء السياسي، اعتلت حتشبسوت العرش بعد وفاة زوجها تحتمس الثاني، الذي كان أخاها أيضاً. وكان لها دور بارز في ازدهار مصر، حيث استطاعت أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، أن تبني العديد من المعابد والأبنية الفخمة. كان من أبرز إنجازاتها بناء معبد الدير البحري، الذي يقع في الأقصر ومصمم على شكل مصدر طبيعي للحياة. كان المعبد مثالاً للعمارة المصرية المتقدمة ومكاناً لعبادة الإله. لم تكن السلطة سهلة المنال بالنسبة لها، إذ واجهت العديد من التحديات من الجيش ومن الداعمين لتحتمس الثالث ابن زوجها، ولكنها تمكنت من إبراز نفوذها من خلال السياسات الذكية التي استخدمتها لتوحيد البلاد ودمج الدين في الحكم. خلال فترة حكمها ركزت على التجارة بشكل كبير، وكان لها رحلات ناجحة إلى بلاد بند، حيث جلبت من هناك الخشب والتوابل والذهب والآفيون، مما زاد من ثروة مصر. على الرغم من نجاحاتها الكبيرة، حاول الكثيرون بعد وفاتها محو ذكراها من التاريخ، إلا أن الآثار التي تركتها من معابد وتماثيل لا تزال شاهدة على الحاكم الذي غير وجه مصر القديمة. بفضل قدرتها غير العادية، أصبحت حتشبسوت رمزاً للقوة والحكمة، واستخدمت الإبداع والمعرفة لتأسيس عهد جديد في مصر. كانت فترة حكمها واحدة من الأوقات الأكثر استقراراً ومزينة بالإنجازات في التاريخ الفرعوني.